أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 224، التاريخ 29/11/1432 للهجرة. بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 135 في 26/9/1427 للهجرة، وبناء على البند ثالثا من الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 135 في 26/9/1427 للهجرة، وبعد أن أشعرنا سمو رئيس وأعضاء هيئة البيعة، فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد، وأمرنا بتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. هذا وقد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله مع سمو رئيس وأعضاء هيئة البيعة في قصره العامر، وقد استهل هما صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبد العزيز. الأمير عبد الله بن فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل. هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أصحاب السمو الملكي الأمراء بمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد. وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز مبايعة أصحاب السمو الملكي الأمراء، سائلين الله عز وجل أن يوفق سموه وأن يجعله خير معين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأن يحفظ على الدولة أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.